بتعمل ايه يا اخويا؟ بعمل ايه؟ بذاكر عشان انجح وعشان اتوظف في وظيفة واشتغل. اشتغل معايا كتف بكتف، تقف معايا على الناصية، نبيع انا وانت سوا ونكبر سوا بدل ما اجيب حد يسرقني. اشتغل معاك في الحرام وابهدل ابويا وامي؟ اشتغل بالحلال احسن واخد 3 4 آلاف بس حلال، مش واحد زيك بيضر الناس. حلال حلال حلال، اي حد شريف يقول الكلمة دي ويصبر نفسه. يا ابني انت يوم ما تتمعصم وتتوظف بالشهادة بتاعتك دي اللي ملهاش لازمة هتاخد 3 4000 جنيه 5000 جنيه ما يعملوش حاجة، تاخدهم في الشهر. يوم ما تقف معايا وتبيع كتف بكتف هتاخد 1000 جنيه في اليوم. انا عايشها بالحلال احسن، حتى لو باخد 3 4000 جنيه بس حلال. بس انت عايشها حرام في حرام ومبهدل ابوك وامك لغايه لما امك ماتت وحطت في قلبها وحطت في نفسها كل شويه تجري عليك في الاقسام وتروح تجيب لك دوت وتجيب لك واسطه من هنا وتجيب لك هنا عشان تعرف تخرج وتقول هتوب وترجع تاني لريما لعادتها القديمه. خلي بالك على نفسك يا اخويا. عندك حق يا اخويا، انا فعلا الفترة اللي فاتت كنت عايش عيشة حرام في حرام. كل شوية الحكومة تاخدني وبهدل ابويا وامي. ابويا وامي، امي اللي تعبت عشاني وماتت وحطت في قلبها. انت صح يا اخويا، من ساعتها ومن اللحظة ديت هاكلها بالحلال. شفت يا اخويا اللي حصل؟ اخوالك ضحكوا على امك واخواتها ومضوهم على ورق ان هم مالهمش في اي حاجه. ازاي ده يا جدع؟ ازاي يعملوا كده في اخواتهم؟ يمضوهم على تنازل هم ملهمش حاجة؟ ازاي؟ مش اخواتهم دول؟ ورب العز ما هسيب حقي، ولا انت شايف ايه؟ انت عارف انا محامي مش زيك صايع وبلطجي بجيب حقي بالخناقات، انا اجيبها بالقواضي واحبسهم. تحبس مين يا عم؟ دول ماضيين تنازل على نفسهم، يعني القانون لا يحمي المغفلين. بس ورب العزة ما هسيب حقي، واي بيت في صايع حقه مش ضايع. ورب العزة اللي هيغدر هغدر بيه، والايام هتثبت لك حقي هجيبه من بق السبع.